يعود تاريخ مدينة عنابة إلى الفترة الفاطمية من تاريخ الجزائر التي بدأت في نهاية القرن الثالث الهجري. والواقع أن القرون الهجرية الثلاثة الأولى من تاريخ الجزائر كانت مرحلة فتن واضطرابات وصراع بين المذاهب المختلفة. ومسجد عنابة الذي بني عام 296 هجرية يعتبر رابع أقدم مسجد في الجزائر، وقد بناه أحد أمراء بني زيري الذي لمعت في عهدهم أيضا مدينة قسنطينة. كان بنو زيري من أكبر أمراء قبائل صنهاج الجزائرية عددا وقوة في تلك الفترة، مما جعل الفاطميين يسعون إلى محالفتهم. وقد تمكن الفاطميون بواسطتهم من السيطرة على شمال إفريقيا والاستقلال بها عن الخلافة العباسية في بغداد. في عام 408 هجرية 1018 ميلادية انقسم بنو زيري على أنفسهم، فحكم قسم منهم المغرب الشرقي أي تونس، وحكم القسم الآخر وهم الحماديون المغرب الأوسط أي الجزائر. وبظهور الحماديين يبدأ فعلا تاريخ فن العمارة الإسلامية في الجزائر.